لو انت قاعد بتتفرج على مسلسل جعفر العمدة او بتسمع اغنية الملك وجه في دماغك سؤال ليه محمد رمضان مغرور، لما السؤال ده يجي في دماغك تسأل نفسك ايه الاسباب اللي خلته مغرور. محمد رمضان من مواليد محافظة الجيزة، من اسرة لا فقيرة ولا متوسطة، ومحمد رمضان من صغره بيعشق الفن والتمثيل، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وهو زي اي شاب عنده حلم بيسعى على نص فرصة يستغلها ويثبت نفسه، والفرصة دي من عند الفنان الله يرحمه سعيد صالح. محمد رمضان كان بيحكي في البرامج ويقول انه كل ما يروح مكتب كاستنج يقول له سيب صورتك وامشي، ودي حاجه كانت بتضايقه جدا. هو لا شعر اصفر ولا عينيه خضراء، هو عايز يمثل مشهد قدام اي مخرج لو عجبه ياخده معاه في اي فيلم او مسلسل، والكلام ده قدر ينفذه مع الفنان سعيد صالح. واول ظهور لمحمد رمضان كان على خشبه المسرح مع الفنان الكبير سعيد صالح سنه 2005 في مسرحيه قاعدين ليه. في 2006 بيعمل مسلسل اولاد الشوارع مع الفنانه حنان ترك، وفي نفس السنه بيعمل دور احمد زكي في مسلسل السندريلا مع الفنانه منى زكي. وسنه 2007 بيعمل مشهد او اتنين في مسرحيه يمامة بيضة مع الفنان علي الحجار. ومحمد رمضان قال ان الفنان علي الحجار كان غير مرحب بيه في المسرحيه، زي ما تقول كده اكل منه الجو. وحكى وقال بعد ما حصلت المشكله راح وقال للفنان علي الحجار ده اخر يوم ليا ومش هاجي تاني، واتفقوا مع المخرج وقالوا تمام ويلا نشتغل. ولما جه وقت الدخله بتاعتي لقيت ناس ماسكاني ومش عايزاني اخش لحد ما وقعت على الارض ومحدش من اللي قاعدين حاش عني، وده موقف اثر فيه، بس استفاد في اليوم ده ان كان في امير سعودي تقريبا اهداه قلم مرصع بالالماس كان يعمل له 100,000 جنيه ساعتها. وفي نفس السنه 2007 بيعمل مسلسل حنان وحنين مع النجم العالمي عمر الشريف، وساعتها محمد رمضان كان في لقاء تلفزيوني وعمر الشريف طلع اشاد بيه. وسنه 2008 بتبدا رحلته في السينما بدور عسكري في فيلم رامي الاعتصامي مع الفنان احمد عيد. وفي نفس السنه بيعمل 4 مسلسلات: هيما، ايام الضحك والدموع، ورمانة الميزان، والهاي سكول، وفي ايد امينه. كل دي مسلسلات محمد رمضان ما كانش بطل اساسي ولا حتى دور تاني، كان ممثل من ضمن الممثلين. في 2009 بيعمل فيلم احكي يا شهرزاد، ودي كانت زقه جامده في تاريخه مع انه كان دور ثانوي. الفيلم عباره عن برنامج بتقدمه منى زكي بيحكي قصص مأساوية للضيف اللي بيجي في الحلقة، ومحمد رمضان كان واحد في احدى القصص، بس كان دور محوري وعلم جامد مع الناس، لدرجة انك لو سألت حد عن الفيلم هيقولك بتاع منى زكي ومحمد رمضان، مع ان البطل اللي كان قصاد منى زكي الفنان حسن الرداد، بس دور محمد رمضان كان جامد لدرجة انه غطى على البطل. الفيلم ده يعتبر بلس 18. وفي نفس السنة بيعمل مسلسلين: حكاياته بنعيشها وهانب بنت باشا، ووضعه ممثل من ضمن الممثلين لا بطل اساسي ولا دور تاني حتى. في 2010 بيشارك في مسلسل الجماعه بدور ابراهيم الترزي. في 2011 بيعمل فيلمين: الخروج من القاهره والشوق، ومسلسلين: دوران شبرا واحنا الطبله. ومن ناحيه المسرح عمل سلامه يا مصر وفي ايه يا مصر. طبعا الشغل ده كله كان وقت الثوره، محدش كان فاضي يتفرج على حاجه. تيجي سنه 2012 ودي السنه السعيده على محمد رمضان، دي تعتبر البدايه الحقيقيه بتاعته، الناس بدات تعرف مين محمد رمضان. السنه دي بيعمل 4 افلام، منهم فيلمين بطوله مطلقه وكلهم مع شركه السبكي: حصل خير، والالماني، وعبد موته، وساعه ونص. 4 افلام منهم فيلمين بطوله مطلقه والفيلمين التانيين بطوله جماعيه. ومن ناحيه الدراما عمل مسلسلين: مسلسل كاريوكا والشركه، وطبعا قليل جدا اللي سمع عن المسلسلين دول. في 2013 بيعمل فيلم قلب الاسد بطوله مطلقه. اي حاجه هنذكرها من 2013 لحد دلوقتي هي بطوله مطلقه، بمعنى اصح بقى نجم من نجوم الساحه. في 2014 يعمل فيلم واحد صعيدي، وبجد شخصيه فالح عبد السميع فالح دي فيها ضحك كتير قوي. وفي نفس السنه بتبدا البطوله المطلقه في الدراما بمسلسل ابن حلال. لحد دلوقتي المسلسل ده هيعرف ان كان مكسر الدنيا، كان حصان السباق الرمضاني، بس بتحصل مشاكل شخصيه معاه، انه اتقال عليه انه بيروج للبلطجه بسبب الالماني وعبد موته وما شابه، ويقرر انه يقدم فن نضيف. بيعمل سنه 2015 فيلم شد اجزاء مع النجم ياسر جلال، وكان طالع بدور ضابط ما فيهوش بلطجه، وبيطلع ضيف شرف في مسلسل لهفه مع الفنانه دنيا سمير غانم. طبعا المشهد ده بتاعه هو وحمد المرغني كان كوميدي خفيف. و2016 ما بيعملش افلام، بس بيعمل مسلسل من احسن المسلسلات في تاريخ مصر، مسلسل الاسطوره. المسلسل ده اقل ما يقول عنه انه جامد جدا، في ناس وممثلين طلعوا قالوا المسلسل بيروج للبلطجه. انا شايف ان المسلسل بيحكي مقوله احمد شوقي لما قال: اذا كان الغباء شقيا فان شقاء العالم من المثقفين اذا انحرفوا. المقوله دي هي مسلسل الاسطوره. شخصيه ناصر شاب ذكي ومحترم، والاول على دفعته 4 سنين، لما اتجه للشر عدى خور فاعل اللي هو بلطجي بمراحل. ده اول تعاون بينه وبين المخرج محمد سامي. وفي نفس السنه بيعمل اخر مسرحيه ليه، مسرحيه اهلا رمضان مع روجينا وهنا الزاهد. في 2017 بيعمل 3 افلام: اخر ديك في مصر، وجواب اعتقال، وده تاني تعاون مع محمد سامي، وفيلم الكنز الجزء الاول. في 2018 بيعمل فيلم الديزل مع ياسمين صبري. بيعمل مسلسل نسر الصعيد مع سيد رجب. في 2019 يعمل مسلسل زلزال وفيلم الكنز الجزء الثاني. بص، فيلم الكنز من بطولة محمد رمضان بس يحتسب لمحمد سعد لاجل الاداء. في 2022 يعمل مسلسل اللي من جمدانه اترجم لتركي، مسلسل البرنس، وده ثالث تعاون مع المخرج محمد سامي.
والمسلسل جامد، احسن مسلسل في 2020، بس مش عايش مع الناس زي مسلسل الاسطوره. في 2021 يعمل مسلسل موسى وانا عن نفسي ما عجبنيش خالص. 2022 يعمل مسلسل اوحش من مسلسل موسى، مسلسل المشوار مع دينا الشربيني، سيء بدرجه جيد جدا. في 2023 يعمل ملحمه جعفر العمده مع المخرج محمد سامي، وده اخر تعاون بينهم لحد دلوقتي. المسلسل جامد وقصته حلوه والسيناريو حلو، بس برضه مش عايز زي مسلسل الاسطوره. تقريبا مفيش مسلسل هيعدي المسلسل ده. في نفس السنه في عيد الفطر يعمل فيلم هارلي مع مي عمر، وده اعلى فيلم ايرادات لمحمد رمضان ب 35 مليون جنيه. 2025 يعمل برنامج مدفع رمضان بيوزع فلوس على الناس، واحنا في انتظار فيلم اسد اسود الجديد بتاعه. نرجع بقى لاول الفيديو. السؤال اللي كان في دماغك، ليه محمد رمضان مغرور؟ الاسباب اللي ممكن نقولها: اغنيه نمبر 1، اغنيه الملك، التفاخر باملاكه، فيديو شات جي بي تي، افعاله السيئه زي موقف الطيار او صورته مع الصهاينه. كل دي افعال تخليك تقول عليه مغرور. لكن لو محمد رمضان ماشي في الشارع وقلت له عايز اتصور معاك، هيتصور معاك ومش هيتعالى عليك. وبس كده خلص فيديو النهارده. ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.